بما انك ضد كل الناس اللي طلعت معايا وقالت لي يوميات والكلام ده كله، واحد فيهم بقاله 34 سنه والتاني بقاله 23 سنه، حضرتك بقالك كام سنه؟ انا بقالي كتير قوي برضه قضايهم كده 20 سنه النهارده. طب ممكن تقول لي متوسط مصاريف الشاب اللي لسه جاي جديد كام؟ لو هيشتغل يوفر كام؟ متوسط مصاريفه احنا كام؟ نحسبها يا استاذنا. الراجل بيدفع 250 يورو ضمة ايجار، وممكن يعيش ب 100 يورو، كل واحد حسب تكلفته يا جدعان. انا ممكن اقضيها مكرونه وفراخ. هو مش بقول لك رحم الله امرئ يعرف قدر نفسه؟ هو انا همشي دلوقتي كل يوم ياكل في المطاعم وما ياخدش اكله في ايده ويطلع يروح يتغدى لي ب 10 يورو ويجي يتعشى ب 10 يورو؟ هيوفر ايه وهيبعت لعياله ايه؟ ما تخلينا نتكلم الواقع. ليه ما بياخدش ليه لقمته في ايده؟ انا بكلمك من صميم الحياه. انت راجل دلوقتي جاي، انت راجل ليه ما بتاخدش البنونو بتاعك معاك؟ انت عايز تعمل فيها بايه؟ تروح تقعد المطعم تصرف لك ال 10 يورو في الميديه ماشي، ويجي يتغدى يروح يصرف له كمان 10 يورو، ويروح يشرب له 2 3 قهوه، اتبقى ايه من 60 يورو يا استاذ حليم؟ ويجي يقول لك ابو ايطاليا وام ايطاليا وابو ايطاليا. ده ايطاليا عملت فيك ايه؟ انت اللي جاي على ايطاليا. طب ايه رايك في ايطاليا؟ احلى بلد في الدنيا. لو ايطاليا مش حلوه ما كنا سيبنا بلادنا، لو بلادنا حلوه كنا قعدنا فيها يا استاذ حليم. خلينا واقعيين. كل الناس دي جايه ليه؟ تاكل عيش. تاكل عيش. هسألك سؤال، قول يا يومية الصنايعي لو شغال بعقد كام؟ ويومية الصنايعي لو شغال في الاسود من غير عقد كام مثلا؟ هي ما بتفرقش كتير قوي. تاخد بالك ازاي؟ هو دلوقتي الراجل بيبص هو بيدي لك كام. تاخد بالك ازاي؟ ما بتفرقش قوي. اصل انت مش هتروح تقول لواحد اصل انت مشغلني اسود، اصل انت مشغلني. هي العمليه بتمشي كده. هو اصلا دلوقتي البلد شده، ولازم كل واحد يبقى حاطط ناس رجله قانوني بيشتغلوا معاه قانوني في البلد. واخد بالك؟ فهو مجبر اللي هو يعينك. تاخد بالك ازاي؟ يعني هو مجبر اللي هو يعينك عشان يقدر يقبضك ويقدر يطلع لك بوستوباجات ويقدر يظبطك الحياه. فزي ما احنا قلنا اليوميات بتبدا للصنايعي من 80 وانت طالع اجتهادي، من 80 90 ماكسيمم من 100. تاخد بالك ازاي؟ معلش ما ينفعش يبقى في واحد انت محتاجه بجورناطه يوميه شغل هتجيبه، مش زي اللي شغال معاك على طول بتديله 120 يورو، لان ده راجل جاي عليك، جايبه سبت وحد، ظروف شغل، حاجه طارئه. انت فاهم المقصد ايه؟ حاجه طارئه، مش هتحاسبه زي اللي شغال معاك، لان اللي شغال معاك ده بيكسر معاك. ده ما انا ممكن بدل ما انت تسيبه في التكسير تروح تجيب واحد من ابو 60 يورو يكسر معاك، بس راجل شغال معاك على طول. ففي فرق بيختلف. اللي شغال معاك على طول بيقوم الصبح عارف راح فين حته، واللي راح يعمل جرناطه يوميه مش هتحاسبه زي الناس. انت لو اديته 10 يورو زياده مش هتاثر معاه، غديته مش هتاثر معاه. بس لو هو شغال معاك على طول مش هتغديه. ده راجل جاي يضيف عليك، هتجيب له بنينه معاك، لان راجل جاي يضيف عليك بزنقه شغل بتجيبه سبت وحد. مش يعني ايه، مش فارقه كتير. انت فاهمني؟ احنا بنتكلم دلوقتي على المصداقيه. اللي يطلع يقول حاجه يا جدعان يجيب البوسطه بقى بتاعت الناس، طالما بتهيل وتقول 120 و18 رجله. ايه الارتجانو هنا ما بياخدهمش، اللي هو الارتجانو اللي هو فاتح بارتيتا ايبه وبطلع فواتير ما بياخدهم. شكرا جدا لحضرتك، وان شاء الله الكلام هينزل زي ما انت قلت بالظبط. ماشي يا استاذ حليم، شكرا. انا ما بحذفش حاجه. ماشي شكرا. انا جاي لك مخصوص، عرفت ان انت في الشارع عشان اقول لك كلمتين يا دول. باشا على راسي. اين الدليل؟ اللي يطلع يتكلم يجيب الدليل. يا باشا والله انت على عشان الناس راسي. عامله بلبله بسبب يا باشا اللي الموضوع ده. عامل بلبله يجي، اللي عامل بلبله يجي يتكلم. ما هو اللي عامل بلبله في كل ميلانو بيطلعوا يتكلموا يقول لك اللي جايب لي مايك من عند التشينيز بواحد يورو. يا باشا انا مش مش ما ادري. المايك. اسمعني بس. ما سمعتش الكلام ده. والله ما بسمعش حد ولا. بص يا باشا، اللي يغلط يغلط واللي يشتم يشتم. ماشي، كل واحد على حساب. فربنا بيحاسب العباد. كل واحد انا اللي بيغلط فيا ما بطلعش ارد عليه. لا ما هو انا المايك ده والله مش بواحد يورو، والله ده غالي جدا والله. ماشي يا عم، احنا نتمنى لك كل حبيبي. خير. وانت نورت ميلانو حبيبي. انت واخد بالك ازاي؟ انا جاي لك مخصوص لما عرفت يا باشا والله انت على راسي والله العظيم. ليه عايزين مصداقيه؟ يعني انت بتوصل صوت مصداقيه. سيبها لله بس ولا اكتر ولا اقل. وكل سنه وحضرتك طيب ونورت ميلانو. ما احنا بنتكلم. شكرا جدا لحضراتكم، السلام عليكم.